شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول أيضا للأخ جابر المحيلبي. سيد الرئيس، مع الأسف حنا نناقش القضية أصبحنا فريقين، وكل فريق من هالفريقين اللي مؤيدين للإسقاط واللي رافضين للإسقاط لم يتطرقوا للقضية بحد ذاتها. القضية سيد الرئيس ليست قضية اقتصادية بحتة، وإنما قضية اجتماعية وقضية قانونية. إذا كنا أقسمنا على احترام القانون على الدستور واحترمه قسم يشمل المحافظة على الأموال العامة، أيضا أقسمنا على أن نذود عن حريات الشعب وأن نحترم القانون. سيد الرئيس، القانون صريح في هذه القضية. المادة 115 تقول لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، وهذه المادة صريحة في القانون. القانون الثاني أيضا القانون المدني يقول ما يجوز أن يخصم من الراتب أكثر من 50%. إذا حنا الآن أمام مسؤولية قانونية يتحملها وزير المالية بعدم تطبيق البنك المركزي لهذه القوانين، واللي مقسم على الدستور يجب أن يذود على احترام القانون. الأمر الآخر سيد الرئيس، حنا إذا نبي نتكلم ونبي نقول يا مع الإسقاط أو ضدها رايح تضيع قضية الناس المحتاجة. حنا لسنا أمام 8 مليارات أو 7 مليارات و900 مليون كما قال وزير المالية. القضية تتعلق بحوالي 4 مليارات أو أقل فقط، وهي تتعلق بأصحاب القروض الاستهلاكية وأصحاب القروض المقسطة. شيلنا من قضية قروض الإسكان والقضايا الأخرى. حنا نتكلم عن قضايا قروض ترتبت عليها فوائد أثقلت كاهل المواطن ولم يستطع السداد. حنا نقول يا أخوان كحل بديل علشان ما تضيع الناس المساكين اللي مهددة بالسجن، تشتري الحكومة المديونية وتسددها على الناس وتلقي الفوائد عنهم وتقسطها عليهم بأقساط مريحة ونخلص. لأننا ما قاعدين نقدم مزايا، حنا نبي نحل مشكلة اجتماعية ومشكلة إنسانية. أما أن نكون فريقين، فريق ضد وفريق مع، ومن يكون مع القانون يدعي باحترام الدستور، ومن يكون ضد القانون يدعي باحترام الدستور أيضا، والنتيجة القضية الأساسية ضاعت. القضية تتعلق في ارتفاع الفوائد على الناس المقترضين. إنسان أخذ قرض يدفع قسط 200 دينار تفاجأ أنه يدفع قسط 400 دينار. قال لهم ليش؟ قالوا الفوائد. فلو أخذناها حل وسط يا أخوان علشان ما نختلف لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن، تشتري الحكومة المديونية وتقسطها على المواطن بأقساط، وبهذه الطريقة من يدعي بعدم تحقيق العدالة باطل كلامه، لأنه ما كان في إسقاط، فيه إعادة جدولة وأقساط مريحة على الناس. ألقينا عنهم الفوائد الربوية وأعطيناهم أقساط ميسرة يستطيعون من خلالها أيضا. أما قضية الادعاء بالعدالة، حنا أمام ناس معسرة سيد الرئيس، أمام إنسان مريض. هل إنسان مريض يحتاج إلى السفر للخارج أو يحتاج لإجراء العملية أقول ما يجوز أسفرك لأن في واحد ثاني ما سافر؟ هذا منطق أهوج. حنا أمام ناس معسرين يعانون من مشكلة. إذن علينا أن نتجه لهذه المشكلة. المشكلة متمثلة بارتفاع الفوائد وبارتفاع الأقساط. البنوك زاولت قضية التدليس وقضية التزوير على المواطنين. المواطن يوقع عقد ما يشوفه ولا يعطى منه نسخة، وبالتالي تتجمع عليه الفوائد وما يقدر يسدد الأقساط. لذلك سيد الرئيس لا نقع باكر في مشكلة مثل ما وقعنا في قضية الشيكات بدون رصيد. عقب ما انترست السجون جينا علشان نحلها. خلونا نستعمل الوقاية خير من العلاج. خلونا نجي ونضع قانون الآن حتى لو تكلفت الدولة لتعتبر ال4 مليارات هذه اللي بتشتري فيها المديونية نفس المواطنين هم المواطنين اللي اشترت مديونيتهم في المديونات الصعبة. لنطبق مبدأ العدالة في هذا الأمر. لا نريد أن نقول اسقطوه، نريد نقول أعيدوا الجدولة، نزلوا الفوائد، أعطوهم أقساط ميسرة، سهلوا على الناس. لا تصير القضية قضية إن حنا مع وحنا ضد وحنا ضد القانون وحنا مع، وكل واحد منا وكل طرف يظهر الآخر بأنه خائن ولا أنه ضد مصلحة البلد. لا يا سيد الرئيس، حنا في هالحالة هذه لازم نتعاون لإيجاد حل لهذه القضية. الحل اللي أنا قاعد أشوفه ما هو في اللي قاعد يطرح حاليا أبدا. اللي قاعد يطرح سيد الرئيس كأن كل فريق يريد لهذا
شكرا أخي. وافق المجلس دقيقتين، ما في اعتراض. يا أخي أنا والله حاسس اللي ما تكلموا. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، لذلك سيد الرئيس أرجو أن نتخذ من صاحب السمو الأمير المغفور له الراحل جابر الأحمد قدوة. الأمير راح على منبر الأمم المتحدة وقال الدول اللي عاجزة عن السداد ساعدوها، وبعد التحرير جاء وأسقط القروض عن المواطنين. احنا نقول يا جماعة خلونا نخفف، إذا أنتم ما أنتم قادرين تسقطونها، إذا احنا مو قادرين نمرر هالقانون لوجود أغلبية برفضه، خلونا نسقط الفوائد، خلونا نسقط الفوائد اللي قاعدة الإنسان يدفع قسط ولا ينزل من دينه شيء. وأمس عرضها الأخ ضيف الله أبو رمية، الأقساط تعدت 80% من الراتب، والقانون يقول ما يجوز تأخذ أكثر من 50%. الأقساط أصلا اللي قاعد يدفعها المواطن أكثر من قدرته، أكثر من طاقته. هل تنتظرون من المواطن أن ينسجن ويتشرد وينفصل من وظيفته علشان نجي ونقول هذا معسر حلوا مشكلته؟ يا أخوان رجاء، وأنا أوجه كلامي لسمو رئيس مجلس الوزراء، ترى قضية أن نمشي في خطوط متوازية ما رايح نحل هذه المشكلة. بعدين حنا الناس اللي بنحل مشكلتهم ما هم من دول، من جزر الوقواق وغيرها، ناس كويتيين مواطنين. اللي بينسجن يا رب أسرة عياله راح يتشردون، أو ربة بيت عيالها راح يتشردون، وبالتالي ما هو شرف لنا أن يسجن نصف الكويتيين ويحاسبون ويجرجرون في المحاكم. علينا أن نتقيها ونستعمل الوقاية خير من العلاج. نوقف هذه المشكلة حاليا، نوقفها ونعطي أنفسنا فرصة لمعالجة الموضوع بطريقة سهلة. هم السير بخطوط متوازية ما راح يوصلنا، والضحية الناس اللي فوق هذه والناس اللي قاعدين ينتظرونكم.